يرتدي اللون الابيض والمنتخب الجزائري سيتواجد على الجهه اليسرى باللون الاخضر. جماهير متميزه حاضره بقوه. قلت انه الملعب ممتلئ على بكره ابيه لمشاهده والوقوف والاحتفال مع المنتخب الوطني الجزائري في تاهله الخامس الى مونديال 2026. كيف سيكون السيناريو وكيف سيكون الرهان؟ المنتخب الاوغندي بحاجه الى فوز بعدد كبير من الاهداف، وانا اقول لا مستحيل انك تفوز امام المنتخب الجزائري المدجج اليوم بنجومه والمدجج كذلك بنجمه رقم 12 وهم انصار المنتخب الوطني الجزائري. على بركه الله الحكم يعطي اشاره انطلاقه تاتي المواجهه لمصلحه المنتخب الاوغندي مباشره. وجد في الملحق المؤهل الى كاس العالم. نعم، مباراة مهمة للمنتخب الأوغندي، مهمة للخضر من أجل الاحتفال والتأكيد بالتأهل الخامس للمونديال. الكرة من هناك، التأديد والتسديد أول الأهداف. يا 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 ماكولا يسجل أول الأهداف لمصلحة المنتخب الأوغندي عند الدقيقة الخامسة بعد الانفلات والانسلات وفرحة الجماهير الأوغندية بأول أهداف هذه المواجهة. قلت يا أنيس أنها مباراة مهمة في وقت يطالب القائد رياض محرز بوجود مخالفة قبل الهجمة المرتدة. هي الإعادة من بوداوي في الوسط، الصراع بينه وبين لاعب المنتخب الأوغندي، ثم لعبت مباشرة للاعب ماكولا الذي لم يتهاون في تحريك الشباك. سالما لونغا في الوسط اوغندي، حذاري من هذه الكرات، وضعية تسلل. نعم، وضعية تسلل. يقول حكم المواجهة على مازا، التقدم من مازا، الكرة للخضر عن طريق محمد الأمين عمورة داخل منطقة الجزاء. محمد الأمين عمورة على مرتين، عمورة مسات عنده كرة والحكم ماذا يقول؟ الكرة طالت وتحولت مباشرة إلى ضربة مرمى لسليم ماجولا بعد الصراع الأخير إلى قصيرة لحجام على الجهة اليسرى، عادت لغويري، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. يا 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 على الطاير من محمد امين عمورة والحارس سليم جالو ينقذ المنتخب الاوغندي، والكرة تحولت الى الركنية الثالثة لمصلحة الخضر والثانية على التوالي، هذه المرة على الجهة اليسرى. الكرة ملعوبة لكن كرة على الجهة اليسرى غويري قصيرة لحجام، هاي كرة إصابة الأرضية والتغطية ثم الإبعاد، ورفيق بالغالي في المتابعة. رفيق يرسلها طويلة داخل المنطقة ثم بعد ذلك الإبعاد. رياض فاحرس في المتابعة، معصف في الاستلام، رفيق يطلب هذه الكرة، رفيق مباشرة لبوداوي، ضغط رهيب تفرض العناصر الوطنية. جولا ضاعت استرجعت من حجام الى قصيره لامين عموره، عموره سريعه لحجام، هاي كره اصابه، هي خطيره. الحكم يقول لك العب، ليس هنالك خطا على حجام، خروج موثق من ماجولا من امام حجام، والكره استرجعت في فتره وجيزه وقصيره للخضر. جوان حجام ما زال ساقط. نعم، حجام ساقط، يتألم، يعاني من الاصابه بعد اللقطه الاخيره. وجه وجبين وبين سالم ماجولا يسقط فوق. عودة سريعة من هنالك من أمام ماتو قاسيم، ماتو قاسيم يضيع الكرة، الكرة إصابة، هو عمورة داخل المنطقة، عمورة لرياض محرز، التسديد والتهديد لكن راحت سهلة مباشرة للحارس رفيق وماتو قاسيم. رفيق وماتو قاسيم يأتي آدم زرقان يلعب سريعة، يا سلام على هذه الكرة الأرضية والتغطية الدفاعية، والجزائري يقدم مستوى رائع، فقط يسعى إلى بالي سامندي، طويلة في الأمام ناحية رفيق، هاي كرة، هاي صعبة، هاي خطيرة الأرضية، كرة سريعة للخضر عن طريق رفيق بالغالي ناحية محمد الأمين عمورة. جات كرة جات من رفيق على الجهة اليمنى، كيفما جاءت أعطى كرة من هنالك لمحمد الأمين عمورة، لكن كابودوروسي حجب الرؤية على محمد الأمين عمورة، وكذلك يعطي النصائح للرفقاء. رياض محرز، ملعوبة داخل منطقة الجزاء،
وضعية تسلل. يا 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 الحكم يأخذ الهدف بداعي وجود التسلل على عيسى مندي. هاي كرة بالخالي من امام ماتو قاسيم. حذري من الكرات، حذري من الانطلاقات من ماتو قاسيم. التهديد والتسديد من بعيد، لكن الكرة راحت بعيدة كثير مباشرة الى ضربة مرمى للوكاس زيدان. اليسرى عمورة يموه، والحكم ماذا يقول؟ والحكم ماذا يقول؟ هنالك وضعية تسلل على محمد الامين عمورة وفلاديمير بيتكو. والكرة مباشرة في التماس، لعبة بشكل سريع. هاي كرة صعبة الأرضية، تسديدة من غويري اعتلت مرمى الحارس سليم ماتشولا وتحولت خارج رقعة أرضية الميدان مباشرة إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الأوغندي. وخالد اوتشو يشتكي. كرة لأدم زرقان، مأساة الجزائرية لرياض محرز. يا سلام، 1-2. هاي كرة صعبة، التهديد والتسديد. محاولة من رياض محرز، والكرة طالت وراحت مباشرة خارج رقعة أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب الأوغندي. 1-2. جات من عند بوداوي، جات ثم لرياض محرز، ثم حجام على جهة نصر. حجام يتريث، يأتي مازا استلم، مازا تقدم. الكرة البينية السريعة من هناك لغويري، والتغطية المثالية في الوسط دائما لآدم زرقان. يبحث عن التقدم البينية لحجام، سريعة وصل بها حجام يراوغ نفس الكرة برياض. الكرة مسال. خطأ للجزائر. والحكم ماذا يقول؟ خطأ لمصلحة المنتخب. الجماهير الجزائرية. الكرة ما زالت، الحكم يقول لك واصل. الكرة لحاج موسى، يا سلام، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. ضربة جزاء لم يتردد في اعلان حكم المباراة. ضربة الجزاء هو الفرج ياتي. نعم، ضربة جزاء لمصلحة الخضر، وهدف التعديل سيصل. نعم، هدف التعديل ان شاء الله سيكون على اثر ضربة الجزاء عند الدقيقة 78. هو الحكم سليم ماتشولا، محمد الامين وسليم. محمد الامين عمورة وسليم. يركز عمورة، يأخذ كامل وقته. عمورة وسليم. عمورة ينتظر، عمورة يترقب، عمورة يأخذ كامل وقته. عمورة يتقدم، عمورة يضرب كرة. جول. ضاقت على الخضر، فلما أحكمت حلقاتها فرجت عند الدقيقة 80 على إثر ضربة جزاء ترجمها بنجاح هداف التصفيات محمد الأمين عمورة. خليني نقول لك يا محمد أمين عمورة، إذا كانت الأرض لا تشبع من المطر والعين لا تميل من النظر، فإن محمد الأمين عمورة لا يكل من تحريك شباك الخصوم. جات كرة جات من أمين عمورة، جات والكرة في الجول. سليم من الجهة المقابلة، وكرة محمد الأمين عمورة من الجهة المقابلة. من هنالك هدف التعديل لمصلحة الخضر عن طريق محمد الأمين عمورة. خطوط خلفية بشيبي مجددا، طويلة سريعة داخل منطقة الجزاء. ضربة جزاء أخرى لمصلحة الخضر. يستعد محمد الأمين عمورة، يأخذ كامل وقته. محمد الأمين عمورة يتقدم، عمورة يضرب كرة. الهدف الثاني للخضر لمصلحة
لمصلحة الخضر عن طريق محمد الأمين عمورة عند الدقيقة 99. محمد الأمين عمورة يضيف الهدف الثاني لمصلحة الخضر. وش هذا جول، هذا جول، هذا